يا صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. وصفتنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة وكل الأطفال بتحبها. هعمل معاكم النهاردة بسكوت التمر أو بسكوت العجوة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمله كمان صيامي، يعني من غير حليب من غير بيض من غير زبدة. وبجد طعمه حلو قوي، بيدوب كده في البق. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد حلو جدا وهيعجب البيت كله. وكمان هنعمله من غير العجوة او التمر ما ينشف مننا. شايفين بيدوب ازاي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض ونشوف البسكوت بتاعنا الحلو القمر ده اتعمل ازاي. يلا بينا. اول حاجة الكوباية اللي هنعاير بيها مقدار هنعاير بيها بقية المقادير، والبولة ما يكونش فيها ولا نقطة مية. معايا هنا نص كوباية من السمن النباتي تكون ساقعة شوية. هضيف على السمنة معلقتين كبار مليانين من السكر البودر، ونبتدي نخلط كويس قوي. انا هستخدم المضرب الكهرباء، لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي ايدك او تقدري تعملي بالمضرب اليدوي العادي جدا، يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. هخلط كويس قوي لغاية ما السكر يدوب تماما ويكون معايا خليط كده فاتح ولونه لونه فاتح، وخليط كده يكون كريمي. هضيف هنا ربع كوباية من الزيت. انا استخدمت زيت دوار الشمس، تقدري تستخدمي زيت الذرة، اهم حاجة نوعية الزيت تكون كويسة. ضفت كمان رشة صغيرة من الفانيليا، وهنرجع نخلط تاني لغاية ما كله يمتزج مع بعضيه. هضيف كمان هنا ربع كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية. هضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما تكتروش اكتر من كده علشان الرسمة بتاعت البسكوت تفضل ثابتة معاكم. ضفت كمان رشة صغيرة من الملح، وهنرجع نخلط كمان مرة. شايفين الخليط؟ كل ما بخلط كل ما كل حاجة بتمتزج مع بعضيها، كل ما الخليط يبقى كريمي، كل كمان ما يكون لونه فاتح. شايفين عامل ازاي؟ بجد حلو قوي. كده بقى الخليط بقى جاهز معانا. هنشيل بقى المضرب خالص. عايزه اوريهولكوا بس عن قرب شويه. شايفين لون الخليط عامل ازاي؟ لونه ابيض وخليط كده كريمي. بعد كده هنا معايا كوبايتين من الدقيق الابيض منخول كويس، بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها المقادير في الاول. كوبايتين من الدقيق منخولين كويس، هنضيفهم بالتدريج. ضفت هنا حبه، وبعدين نبتدي نخلط كده بصوابعنا، ما نعجنش ولا اي حاجه. بضيف حبه دقيق وبايدي كده اخلطهم. وكده العجينه بقت جاهزه معانا، عجينه لينه ومش بتشقق في الايد، يعني لما بكورها كده وارجع اضغط عليها تاني مش بتشقق ولا اي حاجه. كده العجينه بقت جاهزه معانا. هغطيها بس عشان ما تنشفش من الهواء. وتعالوا نجهز التمر او العجوه مع بعض. معايا هنا 200 جرام من التمر او العجوه، ضفت عليهم معلقتين كبار من الميه المغليه وعجنتهم كويس اوي. تقدروا تضيفوا اي منكهات تانية زي القرفه او السمسم. بعد كده قطعتهم قطع صغيرة، وبعدين كورتهم علشان يكونوا جاهزين معانا ان احنا نشتغل بيهم على طول. المية المغلية مش بتخلي العجوة تنشف في الفرن ولا اي حاجة. تمام كده بقت جاهزة معانا. معايا هنا الصينية اللي احنا هنشتغل فيها او الصاج، مش مدهون اي مادة دهنية خالص. وده شكل المكبس اللي انا هشكل بيه، في منه المدور وفي منه المربع في منه المثلث. انا هشتغل النهاردة بالمثلث، وهتلاقوه موجود عند اي حد بيبيع ادوات منزلية او محل مستلزمات الحلواني. او تقدروا تفردوا العجينة وبعدين بتحطوا العجوة وتلفوها رول بالطريقة العادية خالص، بس انا هشكلها النهاردة بالمكبس المثلث ده معاكم. يلا بقى بينا نشتغل مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. باخد بقى قطعة من العجين وبعدين بفردها كده بايدي، وباخد قطعة من التمر وبعدين بحطها جوه العجين وابتدي اقفل عليها كويس، وبعدين بكورها. بعد كده بحطها في الصينية، وبعدين بضغط عليها بالمكبس بتديني الشكل الحلو ده. شايفين شكله حلو ازاي؟ شكله قمر والرسمة حلوة جدا. باخد قطعة من العجين وبعدين افردها شوية، وبعدين بضيف فيها كده قطعة من التمر، وبعدين بلمها بايدي واكورها، وبعدين بضغط عليها بالمكبس. بسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان البسكوتة تاخد لون من كل الجوانب. شايفين شكلها قمر ازاي؟
كده انا خلصت كل الكمية تشكيل وبقت جاهزة ان هي تدخل الفرن. هدخلها فرن ساخن حرارة 180 على الرف الاوسط لغاية ما ياخد لون ذهبي من تحت ومن فوق. بعد كده بنخرجه. طيب لو احتاج الشواية في الاخر بنشغله اخر دقيقة ونخلي بالنا. بعد ما بنطلعه بنسيبه يهدى خالص وما نحركوش غير لما يبرد تماما. خلاص كده خلي بالكم من كل الملحوظات اللي انا بقولها. تعالوا بقى نشوف البسكوت بعد ما خرج من الفرن شكله عامل ازاي. ده شكل البسكوت بعد ما خرج من الفرن، شايفين؟ سيبته يهدى شوية وده شكله. الرسمة ثابتة، الرسمة بتاعته حلوة قوي. البسكوتة جميلة جدا متماسكة، لكن في نفس الوقت ناعمة ولا لزق ولا اي حاجة، رغم ان احنا ما حطيناش اي مادة دهنية في الصينية. ده بقى البسكوت بتاعنا بعد ما خلصناه وقدمناه كده في الطبق. شايفين شكله بجد حلو قوي، الرسمة ثابتة وجميل، وبجد يعني بسكوتة حلوة قوي بتدوب كده في البوق. بسكوتة اقتصادية ما كلفتناش اي حاجة، كل حاجة موجودة عندنا في البيت، ولا احتاجنا لبن ولا بيض ولا زبدة ولا اي حاجة. شايفين شكل البسكوتة عامل ازاي؟ حلوة جدا جدا. تقدروا تحشوا البسكوت ده لو مش حابين التمر، تقدروا تحشوه شوكولاتة خام او تحشوه ملبن المتوفر عندكم، او تحشوه مكسرات او جوز هند وزبيب، يعني المتوفر عندكم، ما توقفوش نفسكم على حاجة. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد حلو قوي، يعني عاجبني جدا في التصوير. تعالوا بقى نكسر واحدة كده مع بعض ونشوف التمر او العجوة من جوه عاملة ازاي. انا عاجبني الشكل ده قوي. يعني المكبس زي ما قلت لكم هتلاقوه في اي حته، في اي مكان بيبيع مستلزمات ادوات منزليه او مستلزمات حلواني هتلاقوه موجود ورخيص جدا، يعني حوالي 40 جنيه المكبس. حلو قوي، بيدي شكل حلو قوي للبسكوته. شايفين العجوه عامله ازاي من جوه؟ ولا نشفت ولا اي حاجه، والبسكوته ناعمه كده وبتدوب دوبان. طريقة سهلة جدا وبسيطة، واتمنى تجربوها واتمنى تكتبولي في الكومنتات، الناس اللي بتجرب حاجة من وصفاتي تكتبولي في الكومنتات نجحت معاكم ولا لأ، واكتبولي لو انتوا عايزين اي طريقة تانية لأي وصفة اكتبولي. حابة اشارككم كل حاجة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.